البنك المركزي قرر انه يرفع الفايدة 200 نقطة. طب فين الشهادات؟ فين خفض العملة؟ انا مستني بسرعة عشان اربط شهادة. طب الشهادة ام 18% اعمل ايه؟ انا عندي دلوقتي معايا فلوس، محتاج اربط على شهادة. اروح اشتري شهادة في انهي حتة؟ ولا اروح اجيب ذهب؟ اعمل ايه؟ ده اللي هجاوبك عليه بشكل منجز وسريع. رقم واحد، ودي من اهم النقاط اللي لازم تحطها في دماغك وانت بتعمل اي حاجة: خد اراء كل الناس واعمل اللي انت شايفه صح. لان ببساطه كل الناس بتتوقع، محدش يقدر يقول لك اعمل حاجه فلو انت عملتها غلط هو هيتحمل المسؤوليه. لا، انت هتتحمل مسؤوليه، دي فلوسك، انت اللي هتخسر. فكل واحد اسمع كل الناس وفي الاخر خد القرار اللي يريحك. رقم اتنين، وده الاهم: انت دلوقتي لو معاك اي حاجه بتحافظ او بتحاول تحافظ على قيمتها. تاني، بتحاول تحافظ على قيمتها. فعشان تحاول تحافظ على قيمتها لازم توزع على كذا حاجة. يعني اديك مثال: لازم توزع فلوسك على كذا حاجة. بمعنى ممكن تربط شهادة، ممكن تشتري ذهب، ممكن تخش صندوق استثمار، ممكن تخش في البورصة، بحسب معرفتك. بس على الاقل حاجة لازم يبقى عندك كذا حاجة مش حاجة واحدة. ليه؟ لان لو العملة قلت تاني فيبقى الذهب هيرفع، يبقى ده عوض الخسارة بتاعت دي. لو الذهب رخص تبقى العملة قيمتها زادت، يبقى ده عوض خسارة دي. فحضرتك في وقت محتاج تنوع فيه مصادر الاستثمار بتاعتك بحيث انك على يعني تقدر تحافظ على اموالك في الفترة دي. وزي ما بقول لك، دخلت اشتريت مثلا، جبت شهادة فقيمة العملة قلت، يروح الذهب زايد، يبقى انت اللي خسرته هنا عوضت شوية منه هنا. اشتريت ذهب فراح الذهب بقى العملة بقت قوية فراح الذهب قل. فلما الذهب قل ايه اللي حصل؟ ما انت حاطط في شهادة استثمار اهوت، فبالتالي ده بيعوض ده. فيجب على حضرتك انك تضع فلوسك في كذا مهما كانت: 20,000 30,000 100,000. ضعها في اكتر من حاجة بحيث ان ده خسر ده كسب، ده كسب ده خسر، وما تخسرش كل فلوسك وفي نفس الوقت تكون محافظ على اقل خسارة. النقطة اللي بعد كده بالنسبة للشهادات: هل في شهادات هتطلع ولا لا؟ بص يا باشا، في شهادات هتطلع ولا لا ده بكام محدش يقدر يتوقع. حتى النهارده البنك المركزي اما الناس كلها متوقعه انه هيرفع 200 نقطه مثلا، لكن في الاخر ممكن البنك المركزي يقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا مش رافع. وحصلت قبل كده، اظن قبل كده في السنه دي يعني. فتوقع ان في شهاده جديده، الناس كلها تتوقع ان في شهاده جديده. تمام؟ الشهاده دي التوقع بشكل قوي ان هي غالبا هتبقى فوق ال 22%. تمام؟ غالبا هتبقى فوق ال 22%. طب هتصدر امتى؟ اصبر شويه، يعني استنى اسبوع كده وشوف الدنيا تمشي ازاي وعلى اساسه قرر. واعتقد من وجهه نظر انا ان الشهاده دي ممكن تكون مرتبطه بانخفاض العمله. يعني لو الجنيه نزل تاني مثلا راح ل 35 او ل 34 ساعتها ممكن تشوف شهاده. فمش لازم البنك المركزي يديك كل حاجه مره واحده. هو رفع النهارده الفايده، ممكن يكون مستني الشهاده عشان لو حصل انخفاض العمله، لان في ناس كتيره جدا او يعني كانت متوقعه النهارده يحصل انخفاض في العمله وما حصلش. فممكن يبقى الانخفاض بالعمله مرتبط بشهاده جديده. بس على اي الاحوال خليك في الامان انك تضع فلوسك في كذا حاجه. ذهب مهم جدا، وسبائك الذهب حط نسبه. حط نسبه في الشهايد او في الشهادات، حط نسبه في صناديق الاستثمار، وحط نسبه في البورصه لو بتعرف، بحيث ان ده خسر ده يكسب، ده كسب ده يخسر. فحضرتك في الاخر تلاقي نفسك فلوسك على الاقل محافظ على نسبه كبيره منهم. لكن لو حطيت كله في حاجه واحده ممكن تخسر خساره كبيره جدا.